الإنسان بيختبر في حالتين لما يكون في بلاء أو يكون عنده مال كثير. عايزك تشارك الفيديو ده وتذكر ربنا عز وجل عشان غيرك يستفيد. انت ممكن يكون ربنا من عليك بمال كتير وتقول انا شطرت ما حدش له دعوه، لكن ستحاسب عليه اين انفقت. ممكن تروح تسهر سهره مثلا ب 10000 جنيه، تاكل اكله ب 5000 جنيه. في ناس كتير محتاجه، فانت ما تكونش مبذر. المال ده في ناس محتاجه، ممكن تطلع جزء بسيط والله العظيم يدعو لك بقيه حياتك. 5000 اللي هتاكل بيهم دول، او لو طلعت كل شهر 1000 لحد يتيم هينور قبرك. سيدنا النبي قال انا وكافي اليتيم كهاتين، اشار الى السبابه او الوسطى. عايز تاني؟ البلاء لما تكون في بلاء في ناس بتسخط، اشمعنى انا؟ ليه عملت؟ كن صبورا ان الله مع الصابرين. بعد الصبر جبر. عندك بلاء قل الحمد لله، ما دام معافى سليم ربنا عز وجل هيعوضك خير باذن الله. نقول دائما الحمد لله، والفلوس بتروح وتيجي لما تكون ربنا نجاك او فداك من حاجه.